النهارده لقاء جديد، مفاجأة هتبقى مفاجأة لجمهورية مصر العربية والعالم العربي كله. كلنا نعرف فضيلة الشيخ وأسطورة الابتهالات الدينية الشيخ السيد النقشبندي. معايا النهارده في أول ظهور إعلامي أصغر أبناء الشيخ سيد النقشبندي، اللي هو كان والدته حامل فيه، وتوفى الشيخ سيد قبل ميلاده بشهور بسيطة. أتعرف بحضرتك؟ اسمي السيد محمد النقشبندي. ابن الشيخ سيد النقشبندي وأصغر أولاده. طبعا انت الوالد توفى وانت في لسه الوالده حامل فيك، لكن اكيد تعرف معلومات عنه او ذكرياتك عنه من خلال اللي سمعته عنه ايه؟ والله والدي يعني كان يعمل منشد ومبتهل وقارئ للقرآن الكريم. يعني الأساس كان قارئ للقرآن الكريم، و... عمل بمسجد سيدي أحمد البدوي منشد ومبتهل. هو اصلا منين يا سيد؟ هو والدي من قرية دميرة، مولود في قريه دميره. مولود في قرية دميرة، تمام. مركز طلخة، محافظة الدقهلية. تمام. وانتقل إلى طنطا، واستقر في مدينة طنطا بجوار سيدي أحمد البدوي رضي تمام. الله عنه وأرضاه. تمام. طيب، الابتهالات الدينيه كنا نسمع قصص كتير عن الشيخ سيد النقشبندي، وكان له علاقه بالرئيس الراحل انور السادات، وان الرئيس السادات طلب من الملحن بليغ حمدي يعمل ابتهالات بالاشتراك مع الشيخ سيد النقشبندي. تفتكر عندك معلومة عن الكلام ده؟ أيوة، أفتكر إن والدي كان صديق الرئيس الراحل محمد أنور السادات. فلما الرئيس الراحل محمد أنور السادات دعا والدي بحضور فرح بنته، تمام. فكان حاضر في الفرح الأستاذ الملحن بليغ حمدي. يا ريت تعلي الصوت شوية يا أستاذ سيد. حضر الأستاذ بليغ حمدي في الفرح بتاع سيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. فالرئيس الراحل محمد أنور السادات أمر الأستاذ بليغ إنه يعمل لحن لوالدي رحمة الله عليه. تمام. وبعدين والدي اعترض يعني قال يعني ايه ان انا مش معقول يعني هغني وكده بعد العمر الطويل في الانشاد الديني والقرآن الكريم، يعني هغني وكده. فاعترض. فالاستاذ بليغ يعني قال له لا، تسمع اللحن وبعدين حضرتك تقرر اذا كنت ايه تقول ولا لا؟ تقول ولا لا. تمام. فسمع اللحن فعجبه، فتوكل على الله وعمل اللحن، واللحن نجح يعني حتى وقتنا هذا. يعني اللحن دون على مسامع الناس وما شاء الله لحن يعني. تفتكر هو كان اسمه ابتهال إيه؟ مولاي. هو مولاي ده كان بداية بقى التعاون بينهم. طب أنت ورثت عن الوالد حلاوة الصوت؟ أيوة، الحمد طيب لله. أنا لما هقول إن أنت ابن الشيخ سيد النقشبندي في ناس هتشكك. ممكن نصور لهم البطاقة عشان ما حد يشكك فينا؟ ده بعد إذنك، يعني لو ما عندكش مانع. ممكن. البطاقة معاك؟ طيب نوريها للناس كده بعد إذنك يا أستاذ سيد، لأن الإمام الشيخ سيد نقشبند قيمة وقامة. دي البطاقة، نقرا مع بعض كده كلنا. السيد محمد النقشبندي. تمام يا أستاذ سيد. طيب، زي ما قلنا تاني إن أنت ورثت حلاوة الصوت من الوالد. ممكن نسمع مولاي بصوتك؟ ممكن. هو السيد كان في ظروف صحية يا جماعة، واللقاء جه صدفة، فهو برضو يعني ايه صحيا النهارده ما هوش جاهز، لكن احنا بنستغل الفرصة ونسمعك صوته. اتفضل يا استاذ سيد. مولاي يا مولاي،
ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع الندي. لنور وجهك إني عائز وجل، ومن يعذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما أرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضاك. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي. انا بجد بجد معجب جدا بصوتك، انك بتغني الابتهال بدون موسيقى وبدون لحن وصوتك جميل. طب انت ليه ما استغلتش الموهبة الجميلة ديت اللي انت ورثتها من الاسطورة الوالد، في انك تقول ابتهالات وتاخد حقك في الحياة وترفع مستواك، لان انت فعلا موهبة. ليه ما فكرتش في كده؟ إن شاء الله يعني أنا بسعى إن أنا يعني ألتحق بإذاعة القرآن الكريم كمنشد ومبتهل. إن شاء الله أدعو الله سبحانه وتعالى إن هو يوفقني في هذا الموضوع يعني. وانا من خلال تسجيلي معاك يا استاذ سيد او يا شيخ سيد بدعو ان حد يتبنى هذه الموهبة. ودي مش موهبة عادية يا جماعة، ده ابن الشيخ سيد النقشبندي وكلنا سمعناه، ووارث حلاوة الصوت من والده، انسان طيب جدا. وطبعا اللقاء ده انا بقدمك كموهبة، وبتمنى ان الناس كلها والصفحات والقنوات تسلط الضوء عليك وتبقى بداية لان احنا نسمع ونرجع للزمن الجميل والصوت الجميل ده. انا بشكرك على اللقاء، وده مش هيبقى اول ولا اخر لقاء، ان شاء الله يبقى في لقاءات بعد كده. شكرا يا شيخ سيد، وربنا يديك الصحة يا رب. شكرا. شكرا.